كابتن رمضان يوسف، ايه الاخبار؟ كويس الحمد لله. ايه الاخبار؟ انت الحمد اخبارك ايه يا لله، موني؟ كويسه؟ كله حلو الحمد لله. النهارده موضوعنا طبعا ملعبك، يعني الجيم، والاسم بتاع الحلقه اول تمرينه. يلا بينا. يلا بينا. طبعا كلنا بنبقى حابين وعايزين ننزل الجيم، بس بنوصل كده هناك ما بنبقاش عارفين احنا هنعمل ايه ولا هنبتدي من ايه. ولا انا نفسي بروح بصراحه من كتر ما انا مش عارفه اعمل ايه ولا ابتدي بايه بمل فبروح. ايه اول حاجه بنركز عليها او المفروض نعملها؟ طيب يعني خليني اقول لك ان اهم حاجه ان انت ما ينفعش تتمرني لوحدك، لازم يكون معاكي مدرب متخصص عشان يبدا يعمل لك بلان كامله اللي من خلالها تقدري توصلي للفيتنس جول بتاعك. اوكي. بس خلينا نقول لو انت رحت الجيم وعايزه تبداي مع نفسك في البدايه تحمسي نفسك علشان بعد كده تقدري تجيبي كوتش يكون كواليفايد علشان يبدا يمرنك. فخليني اقول لك اول حاجه انت محتاجه تعمليها ان انت تعملي ورم اب، سواء بقى على التريد ميل او على البايك من 5 دقائق ل 10 دقائق عشان الهارت ريت بتاعك يعلى، جسمك يبدا الدم يتضخ فيه بكميه اكبر، يبقى فيه سيوله اكتر في السائل الزلالي اللي بين المفاصل علشان تقدري تتمرني من غير ما تحسي بالم او تعب، وتبقي جاهزه بدنيا ان انت تتمرني. تاني حاجه ان انت تتمرني على الاجهزه، بلاش الاوزان الحره لان انت لسه مبتدئه، فبالتالي التكنيك مش هيبقى احسن حاجه. في البدايه هتتمرني فول بادي من 4 ل 6 تمارين، كل تمرينه هتبقى من مجموعه لمجموعتين في الوزن اللي انت تقدري تشيليه. الكلام ده جنرال، عشان كده بقول لك انت محتاجه مدرب عشان يحط بلان كامله وتكون فعلا حقيقيه وتوصلك لجول. بعد ما بتعملي التمارين دي بتاخدي فترات راحه من دقيقه لدقيقه ونص، بتعملي كول داون برضو 5 دقائق او 10 دقائق على التريد ميل بسرعه منخفضه، وكده يبقى انت خلصتي تمرينتك. بس لازم تتمرني مثلا 3 ايام في الاسبوع وتريحي 3 ايام او 4 ايام في الاسبوع علشان جسمك يريكفر، وبعد كده تقدري تتمرني تاني. ولو حسيتي بشد عضلي او الم ما هو ده فعلا اللي طبيعي بيحصل يعني. عشان انت اول مره تتمرني او بقالك فتره ما اتمرنتيش، فده بيحصل بنسميه ماسل سورنس، وده طبيعي يعني، دي مش اصابه ولا اي حاجه. اوكي. فدوسي على نفسك وروحي اتمرني تاني في اليوم، خدي يوم راحه واتمرني بعدها بيوم. السؤال بقى مهم جدا، اتفضلي. واكيد ناس كتير قوي بتساله، يعني ازاي افضل متمسكه بالجيم وان انا انزل وان انا ما اكسلش؟ لان انا بجد يعني على طول بروح وبسجل كده وبروح، بفضل اسبوعين بالظبط حماس بقى ويلا واجيب بقى لبس ومش عارفه ايه، وبعدين خلاص بقى مش قادره. انت دايما بتسالي نفسك انت عايزه تعيشي حياتك ازاي؟ هل انت عايزاها تعيشيها بادويه، تلبسي لبس مش مناسب لسنك علشان وزنك زايد، او كل شويه تروحي للدكتور وتاخدي ادويه علشان ركبتك بدات توجعك او ظهرك بدا يوجعك او وزن جسمك بدا يزيد؟ خاصه ان انت كمان كبنت بيحصل خلل واضطراب في الهرمونات، فزي مثلا بيحصل مشاكل في الدوره الشهريه، بيحصل مشاكل زي تكيسات المبايض، بيحصل مشاكل كتير جدا في الانجاب، وبيقعدوا فترات طويله من 2 3 4 يحلوا مشكله ممكن ما كانتش تبقى موجوده لو هم بس اكلوا اكل صحي وراحوا الجيم. انت مش بتروحي الجيم عشان تضيعي وقت او ان انت مثلا تعملي شيب او الكلام ده، انت بتروحي الجيم عشان تعيشي حياه صحيه من غير مشاكل ومن غير الام. وفي نفس الوقت احنا في 2025 اهم حاجه البادي شيب بتاعك، الايمج، ازاي انت بتبريزنت نفسك، وده بيفرق جدا في شغلك وفي حياتك وكمان في شكل جسمك. مش عايزينك لما توصلي ل 30 سنه تبداي تشتكي من اعراض الشيخوخه المبكره. فلازم لازم لازم تروحي الجيم. جربي كده، لو انت وزنك دلوقتي 70 كيلو تخيلي وزنك وانت 100 كيلو يبقى عامل ازاي؟ يا لهوي. اتخيلتي؟ لا اتخيل طبعا. فلازم تروحي الجيم علشان لو انت عندك 60 سنه تبقي كانك بالظبط 25 سنه 28 سنه، علشان ما يحصلش شيخوخه، علشان تفضلي صغيره طول عمرك. لان ان انت تشيلي شنطه وتروحي الجيم اسهل بكتير من ان انت تشيلي شنطه وتروحي مستشفى او تروحي الدكتور. كلام مظبوط. اقتنعتي؟ لا طبعا، هو يعني الجيل ده بالذات دلوقتي يعني صعب، بيروحوا بقى يتصوروا في الجيم زهقانين مثلا او مجروحين او ما اعرفش بقى بيعملوا ايه، بيموفوا بالظبط. فلا هو فعلا الموضوع مهم. بس سؤال بقى تاني، هو ممكن ان انا اخد بديل غير الجيم؟ يعني مثلا اركب خيل او سباحه او اي يعني اكتيفيتي تانية، ولا هو لازم الجيم؟ بصي، كل ما بتبذلي نشاط بدني ايا كان نوعه هو مفيد جدا جدا ليكي، للصحه الجسديه وكمان لصحتك النفسيه، بما اننا بنتكلم على ازاي تموف اون وكده.
الاكتئاب والاسترس سواء بسبب الظروف الماديه او المكان اللي انت عايشه فيه او الظروف مثلا الاجتماعيه او العائليه اللي بتمر بيها، فلازم يبقى في حاجه تخرجي فيها الطاقه السلبيه دي. مفيش انسب من الرياضه. الرياضه مش بس جيم، يعني ممكن تلعبي سباحه، ممكن تركبي خيل، ممكن تلعبي جولف، باسكت بول، تخرجي تتمشي شويتين 3، بس لازم يبقى في حركه اهم بالظبط حاجه كده. فده هيشجعك اكتر ان انت تهتمي بصحتك اكتر، وخاصه يعني دي حاجه كويسه جدا لما حد بيعمل بريك اب او حاجه ان هو بيروح الجيم، ده كويس مش وحش. طب ده حلو، ففي ناس بيعمل كتير ايه هناك بقى بالظبط، في ناس كتيره بتبدا تكمل وبتتمرن بتهتم بصحتها. فلو انت رايح الجيم عشان تقعد تتصور وتضيع وقت، قدام شويتين انت هتندم، لان مفيش اغلى من الصحه. هو بس علشان الشخص ما حصلوش اختبار في صحته، فالصحه بالنسبه له مش مهمه قوي. بس مثلا لو انت رايح ايفنت او حاجه او اجتماع مهم مع ناس مهمه، فهتلاقي نفسك لا، وانا لما بلبس لبس بيبقى شكلي عامل ازاي، بتكلم ازاي، هو انا ليه شكلي عجوز، او انا شعر ابيض ليه، الكلام ده كله. فهتلاقي نفسك بتروح الجيم تاكل اكل صحي وبتحافظي على ده، مش بس بتروح تاخده سيلفي او لا. انا مش ضد ده، بس يعني نتمرن، خلص تمريننا بعد كده تصوري، تصور عادي كده بالظبط كده. وحلو لما الواحد مع الوقت بقى يشوف النتيجة، هو هيبتدي من لوحده ان هو اللي عايز ومستني اليوم اللي هينزل فيه. لما بيشوف ان في نتيجة بتحصل او في حاجة بتتغير، دي اهم حاجة بصراحة. يعني انا كنت في الاول لما بنزل وكده، لما كنت بفضل فترات طويلة بروح، لا كنت بشوف فرق، كنت بنبسط. بيجي بقى فترات عليا مثلا يعني عندي مشاكل او حاجة، مش بروح بقى اطلع ده في الجيم، لا بعيط بقى في البيت على السرير ما بعملش حاجة. فدي برضو مشكلة بصراحة. بصي، هو انت لما بتستمري في التمرين بيتحول بالظبط كده لادمان. ليه؟ لان انت وانت بتتمرني جسمك بيبدا يفرز هرمونات السعاده زي الدوبامين مثلا والسيروتونين. دي الحاجات بتخليكي دايما مبسوطه، خلاص تحس كده ان انت فريش ومبسوطه، ومفيش ستريس، ديبريشن، الكلام ده كله. مع الوقت انت بيجي فتره كده زي بتقولي ايه، انا خلاص زهقت من الجيم ومش عايز اروح تاني، اريح يوم 2 3، فتلاقي نفسك بتريحي يومين 3، اسبوع اسبوعين، شهر شهرين. فالجاب ده كله في الراحه مش حلو جدا، فاهمه قصدي؟ فانت تعملي ايه بقى الوقت اللي انت مش قادره تروحي فيه الجيم؟ هو لازم تروحي فيه الجيم. الجيم لايف ستايل، مش مجرد بس اوبشن او ترفيه. ده حاجه اساسيه، زي بالظبط كده زي الاكل وزي الهواء اللي احنا بنتنفسه. اوكي، وبالنسبه بقى الاكل، يعني هو المفروض ان انا قبل ما اروح الجيم ابقى اكله، ولا بعد الجيم المفروض اكله، ولا يعني الموضوع ده برضه انا بص، انا هقول لك قاعده حلوه. اسالي نفسك كل 3 ساعات انت هتعملي ايه. يعني مثلا لو انت رايحه مثلا تتمرني كمان 3 ساعات وتشيلي اوزان، فلازم تاكلي اكله فيها بروتين وكربوهيدرات عشان يبقى عندك طاقه، سعرات حراريه، ان انت تقدري تتمرني بالانتنسيتي اللي انت المفروض تتمرني بيها، اللي هي شيل التمرين بتاعتك. تمام. طيب لو انت دلوقتي مثلا قاعده بتذاكري او حاجه، فهتبداي تاخدي سناك صغيره، وبعد كده لو مثلا هتنامي بعدها مثلا ب4 5 6 ساعات برضه سناك صغيره. فكميه الاكل هي اللي بتحدد انت هتعملي ايه. لو انت هتتمرني فلازم تاكلي قبل التمرين. طيب ناكل بقى ايه قبل التمرين؟ لو انت مستعجله، اي حاجه سيمبل كارب هتبقى مفيده جدا جدا، زي الموز او التفاح، او الكومبلكس كارب، وده اللي انا بفضلها، زي مثلا البطاطا. فبتبقى سريعه الهضم والامتصاص، ما بتاخدش وقت طويل، وبتديكي سعرات حراريه وطاقه ان انت تتمرن. وبرده بعد ما تخلصي التمرين ما تنسيش تاكلي، بس بعد التمرين بنص ساعه، عشان جسمك يستفاد من الانابوليك هرمونز زي الجروس هرمون كده. فتاخدي بقى وجبه كامله زي البروتين والكربوهيدرات، وكمان معاها شويه خضار كمان. خضار، اوكي. هو هيبقى صعب بقى جيم مع اكل صحي؟ الموضوع هيبقى في الاول طبعا اكيد صعب جدا. بص، خليني اقول لك ان الاكل الصحي، ان انت تطبخي اكل صحي اسهل بكتير من ان انت تعملي اكل غير صحي. ما هو اسهل، بس ايه الاحلى؟ احنا دايما بنقول الطعم، انت بتعملي الاكل ازاي، فاهمه قصدي؟ في ناس بتعمل اكل صحي وبتاكل ويبقى طعمه جميل جدا جدا. في ناس بتاكل اكل صحي ان هم ما بيعرفوش يطبخوا، يبقى الاكل بشع فما بيقدروش ياكلوه. أيوة. فالمشكله هنا في مشكله الطهي. نفس الوقت التوابل الكتيره ممكن تاذي ناس وتخلي وزنهم يزيد، ويعمل لهم احتباس للميه والكلام ده كله، وانتفاخات وغازات والكلام ده كله، فمش بتبقى محبذه. فان انت مثلا تيجي تعملي مثلا صدور الفراخ مثلا مشويه مثلا في الاير فراير، او باي طريقه انت بتحبي تاكليها بيها، ومعاها مثلا هوت صوص حبه صغيره، مع مثلا سويت بوتيتو، او مثلا مع براون رايس، ده يبقى سهل جدا جدا، مع حبه بروكلي لو انت ما عندكيش مشكله من اكل البروكلي، او مثلا افوكادو. فوجبه كامله مش هتخنك، هتخلي جسمك اون شيب على طول، هتخليكي دايما اكتف، وفي نفس الوقت هتخليكي صغيره، مش هتكبري، مش هتعجزي، مش هيحصل لك خلل في الهرمونز. هو ده الهدف، ان انت وانت عندك 50 سنه تباني كانك عندك 25 سنه، مش العكس، تبقى عندك 25 سنه ويبقى شكلك عنده 55 سنه. الله،
أكيد. فلازم تزقي نفسك. لو انت مثلا بتعملي اي حاجه في الحياه زي مثلا دكتوراه او ماجستير، لو انت ما قعدتيش ساعات طويله تذاكري وتجتهدي وتجيبي مراجع من اماكن مختلفه عشان تبقي جاهزه للامتحان بتاعك، مش هتنجحي. مع ان في الوقت ده هتلاقي اصحابك بيخرجوا بيغيروا جو بيعملوا حاجات كتيره، بس انت محرومه من ده. ليه؟ عشان هدف اكبر، فلازم تتعبي. مفيش تعب مفيش نتيجه. نو بين نو جين. صح. تمام. دلوقتي انا رحت الجيم واقتنعت وحبيت بقى ابتدي بجد بقى خلاص. ايه بقى الخطوات الجايه؟ ازاي احط السكادجول بتاعي، وازاي اعرف انا هعمل ايه امتى؟ فاهم قصدي؟ يعني بالظبط. هعمل ايه بقى؟ تتمرني ازاي؟ اتمرن ازاي؟ طيب احنا في باور اند سترينث لما بيجي مثلا حد يشترك معانا في اي نوع من انواع البرامج التدريبيه اللي احنا بنقدمها، سواء كانت اونلاين او اوفلاين، سواء كان بيرسونال تريننج سيشن او اونلاين تريننج بروجرامز، احنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها اسسمنت عشان نعرف انت امكانياتك ايه والفيتنس جول بتاعك ايه، وايه العضلات القويه عندك وايه العضلات الضعيفه، والبادي شيب بتاعك عايزه توصلي بيه لحد فين، وكمان الجيناتكس بتاعتك بتقول لنا ايه، وهل عندك ماسل شورتنس ولا لا. فده كله بنجمعه وبنسالك شويه اسئله خاصه مثلا زي الميديكال هيستوري بتاعتك او بتاعت العيله، بنطلب منك شويه تحاليل طبيه، شويه حاجات كده احنا بنعملهم قبل التمرين يعني. قبل التمرين علشان نعرف. يعني مثلا على سبيل المثال لو مريض ضغط وهو ما يعرفش ان هو مريض ضغط، بس احنا طلبنا منه يعمل التشيك عشان نشوف هو ضغطه بيعلى ولا لا اكتر من مره عشان نتاكد ان هو مش مريض ضغط، فجاء قال لنا والله انا بابايا ضغطه عالي، فهو ممكن يكون عنده القابليه ان هو يبقى ضغطه عالي، فنبدا نشوف يلاحظ ان هو فعلا ضغطه عالي. فهنا لازم يعمل ايه؟ يرجع للدكتور وياخد الادويه بتاعه الضغط. واحنا بقى كمتخصصين نبدا نحط له فول بلان، برنامج تدريب ونظام غذائي يراعي ان هو مريض ضغط، فعشان اللي بيبقى ليه انتنسيتي معينه يتمرن بيها، وكمان نظام غذائي خاص بيه هو، علشان نبدا نعمل ايه؟ نقلل دهونه ونقلل وزنه علشان ضغطه ما يعلاش، بالعكس يبقى ضغطه مظبوط، وفي نفس الوقت يبقاش فيه لود على عضله القلب ويحصل له اي مضاعفات. فهنا في الاسسمنت مهم جدا جدا عشان نحدد ده كله، وفي نفس الوقت نشوف في الفيتنس تيست بتاعك المسل انديورنس والسترينث والسبيد والاجيليتي والكوردينيشن عندك بيقول ايه، علشان نبدا نحط بلان صح تقدري من خلالها تعملي التمارين المناسبه ليكي وتديك النتيجه اللي انت متوقعها بنسبه 100%. وطبعا احنا كمان بنبدا نتابع ده ونشوف البروجرس بتاعك، ونبدا نشوف مدى استفادتك من التدريب ومن التغذيه ومن الفول ريكفري بلان اللي احنا بنحطها، علشان ما يحصلكيش اي اصابه، في نفس الوقت يبقاش فيه ماسل سورنس او بين او الكلام ده كله، ونتاكد ان انت ماشيه على البلان دي زي ما احنا استلمناكي 25 سنه تفضلي 25 سنه وانت عندك 30 سنه، 25 سنه وانت عندك 40 سنه، لان احنا متخصصين في ده. اوكي.